ايه اللي يخليك تحس انك مش كفاية؟ وليه دايما عندك احساس ان الناس اللي بتحبهم ممكن يختفوا من حياتك؟ وهل ده طبيعي ولا في حاجة جواك بتحرك الشعور ده؟ الشعور بعدم الكفاية ده غالبا بيكون جاي من الطفولة او من التجارب اللي مرينا بيها، ولو كنت بتدور على التقدير ومش لاقيه ممكن تكبر وانت حاسس انك تستاهل مجهود مضاعف عشان بس تتحب. ولو كنت دايما بتربط قيمتك برضا الناس عنك فهتفضل خايف طول الوقت انهم يسيبوك في اي لحظة. ولو كنت بقى متعود ان الحب اللي حواليك مش ثابت هتلاقي دايما عندك خوف من الفقد حتى لو مفيش اي سبب حقيقي. المشكلة هنا ان الخوف ده بيخلينا عايشين دايما في علاقات مش مريحة، خلينا نقدم تنازلات على حساب نفسنا عشان بس نفضل موجودين. اما بقى السيناريو الاسود ان احنا بنربط ثقتنا بنفسنا بحد موجود جنبنا، فمجرد ما يبعد ثقتنا في نفسنا بتنهار. لكن الحقيقة بقى ان ثقتك بنفسك مش لازم تيجي من حد غيرك، لازم انت اللي تبنيها بنفسك. هقول لك دلوقتي شوية تريكس كده وتبس تمشي وراهم عشان تعيد بناء ثقتك تاني من جديد. افصل بين وجود الناس وبين قيمتك مش بتيجي من عدد الناس اللي حواليك لكنها بتيجي من تقديرك لنفسك. تاني حاجة، واجه مخاوفك. هل الخوف من الفقد ده حقيقي ولا فكرة مترسخة جواك من زمان؟ رابع حاجة بقى، استثمر في نفسك. بدل ما تفضل تدور على قبول اللي حواليك ركز على تطوير نفسك في حاجة بتحبها. خامس حاجة، اتعلم انك تبني سعادتك بعيد عن اشخاص معينة، لان السعادة الحقيقية بتبدأ من جواك مش من اي حد تاني. اما بقى اخر حاجة هقولها لك، انك تدي لنفسك التقدير اللي انت بتدور عليه، ما تستناش اصلا حد غيرك يديهولك. على فكرة ثقتك في نفسك هي الأساس، خوف من الفقد مش لازم أبدا إنه يتحكم فيك. بقى لو أنت عايز تتحرر من العلاقات اللي بتسحب طاقتك وتستعيد قوتك تاني فتابعنا الفيديو الجاي، وخطوة جديدة درس جديد وإحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.